السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هكلمك النهارده عن اصعب ماده في ثانويه عامه بالنسبه لي. بتيجي تذاكر تلاقيك فاهم كل حاجه، اول ما تيجي تحل تتفاجئ. وهقول لك انا نقصت فيها 6 درجات ليه، وهل الدرجه دي حلوه ولا وحشه. هكلمك في الفيديو ده عن 3 حاجات. اول حاجه المدرسين اللي كنت بتابعهم وكنت بذاكر ازاي. تاني حاجه كنت بحل ازاي وحليت في كام كتاب. تالت حاجه ازاي تذاكر الجيولوجيا وهل هي ميزة ولا عيب. بالنسبة للمذاكرة، أول حاجة لو قابلك أي حاجة من منهج أولى وتانية ثانوي لازم ترجع لها، لأن ده بيفرق جدا جدا جدا. هتقولي زي إيه؟ هقولك زي القلف والفلين وتركيب الساق والورقة، هيفيدك في الدعامة الفسيولوجية. أكسدة الجلوكوز وانتقال الكهرباء من العصب للعضلة وحركة الأيونات بالتفصيل، ده هيفيدك في الحركة في الإنسان. الأكسينات والانتحاء والنبات المستحية، وهل انتقال الماء في نبات المستحية كان فيزيائيا ولا كيميائيا. شوف كل الحاجات اللي أنا قلتها دي موجودة بس في الفصل الأول، ما بالك بقى بقية الفصول فيها إيه. فلازم تجتهد على قد ما تقدر. امتحان الأحياء ما بيهزرش، أنت ممكن تلاقي دحيح الدفعة ناقص من 10 ل 15 درجة. النقطة التانية وهي إن أنت لازم طول السنة تذاكر من مصدر شرح واحد. يعني مش شوية تذاكر من المذكرة وشوية تذاكر من الكتاب وشوية تذاكر من الملخصات اللي المدرس عاملها، لا، لازم تذاكر من مصدر واحد عشان عينك تتعود على الكلام اللي مكتوب في الكتاب. وأي زيادات تلاقيها في أي مصدر تاني اكتبها في المصدر اللي انت بتذاكر منه، بحيث ان مصدر الشرح ده يكون فيه كل حاجة انت زودتها او كل حاجة انت كتبتها وعرفتها عن المادة دي. الحاجة التانية وهي ان انت لازم تفهم كل كلمة، وانت مش هتفهم كل كلمة غير لما تنوع في مصادر الشرح اللي انت بتسمعها. عندي استعداد اقول لك ان انا والله كان في دروس كنت بسمع فيها حوالي 5 مدرسين. مدرس المادة اللي انا كنت بروح عنده، والدكتور احمد الجوهري، والاستاذ حسن محرم، والابله امل منير، والدكتور محمد ايمن. فما تفتكرش ان ده تضييع وقت. في الفترة دي من السنة ده وقت ان انت تكون فاهم كل كلمة، عشان تكون المراجعات النهائية انت مظبط ومسيستم كل حاجة في دماغك وعشان تحل بس. هل انت لازم تحفظ كل كلمة؟ لازم تحفظ كل كلمة، لان في امتحان الاحياء بيدققوا على الحرف مش الكلمة، فلازم تحفظ كل كلمة. ولو مش بتعرف تحفظ اتبع نظام التكرار. يعني مثلا انت خدت الدرس اقرأه النهاردة مرتين، بكرة اقرأه مرة، وقبل ما تاخد الدرس الجديد تكون قارئ الدرس اللي انت خدته قبل كده. وبالطريقة دي الدرس هيثبت معاك اكتر من ان انت تقعد نص يوم تذاكر في درس واحد. اوعى تفتكر ان انت لازم تكون عبقري عشان تجيب مجموع، لا، انت لازم تكون مجتهد عشان تجيب مجموع. النقطة اللي بعد كده وهي ربط المعلومات ببعضها، ده بيحصل اكتر في المراجعات النهائية. يعني مثلا هتلاقي درس زي الدعامة في النبات مرتبط جدا جدا بدرس المناعة في النبات في الفصل الرابع، وهتلاقي الهرمونات اللي هو الفصل الثاني مرتبط جدا جدا بالتكاثر في الإنسان في الفصل الثالث. فلازم وانت بتراجع او حتى لما تاخد الحاجات دي تذاكرهم مع بعض وتحاول على قد ما تقدر تربط بينهم. ده بالنسبة للمذاكرة. انما بقى بالنسبة للحل، لازم الدرس اللي تذاكره وتفهمه وتحفظه وتطبق عليه، والتطبيق ده ليه شروط. لازم اي سؤال بتحله تحله كأنك قاعد في امتحان، يعني قاعد تختبر نفسك. لازم تتعود ان انت تتعب قدام السؤال وتفكر فيه وتعصر دماغك فيه، لان السؤال اللي هيثبت في دماغك هو السؤال اللي انت تعبت فيه وفكرت فيه. ولازم في الاحياء بالذات لما تيجي تحل سؤال اختياري تشوف الاجابة الصح اللي انت اخترتها ليه. طب واشمعنى بقية الاختيارات استبعدتها؟ يعني مثلا تكتب الاختيار ده غلط بسبب كذا وكذا وكذا، والاختيار ده غلط بسبب كذا وكذا وكذا. ده هيفيدك من ناحيتين. الناحية الأولى وهي إن أنت هتكون متأكد من إجابتك 100% عشان أنت استبعدت باقي الاختيارات. النقطة التانية وهي إن أنت بتسمع لنفسك، يعني نظام تذكرة. فاوعى تتكاسل عن الموضوع زي ده. وعشان في المراجعة النهائية تختصر على نفسك وقت ومجهود كبير، لازم أي سؤال فكرته حلوة أو صعب أنت معرفتش تحله تحط جنبه علامة وتكتب أنت حليت السؤال ده إزاي، لأن الناس كتير بتحل السؤال الصعب ولكن ما بتكتبش هي حلته إزاي أو إيه الطريقة اللي هي حلته بيها. فتيجي مثلا في المراجعة النهائية تقعد تفكر هو أنا حليت السؤال ده إزاي، وده بيحصل كتير جدا جدا جدا. ويفضل ان انت تعمل كراسة للأسئلة الصعبة اللي قابلتك، بنسميها يعني كراسة السوابق
او كراسة الصعاب. دي بتكتب فيها كل الاسئلة اللي قابلتك من اول يوم في المادة لحد ما تمتحن. طب انا حليت في كتب ايه؟ انا طول السنة كنت بحل من كتاب الامتحان بس، ولكن لما كانت الابلة امل منير بتنزل مراجعات فيها حل اسئلة، الصراحة كانت الاسئلة بتاعتها مستويات عليا، وكانت بتبقى اسئلة كويسة جدا كانت بتفيدني. وبالنسبة للمدرسين اللي انا كنت باخد معاهم، انا زي ما قلت لك كنت بروح عند مدرس على الارض، يعني الى جانب اليوتيوب والحاجات دي. وفي المراجعة النهائية كنت براجع مع الدكتور احمد الجوهري، وده يعتبر من افضل المدرسين اللي هتلاقيهم بيشرحوا مادة الاحياء. ده بالنسبة للاحياء. انما بقى بالنسبة للجيولوجيا اللي اتضافت جديد وعشموكم انها تتلغى ورجعوا لكم 3 ابواب تاني، والصراحة الابواب ديت يعني ابواب تقيلة، خصوصا الباب الاول والباب الثالث. فنصيحة مني ليكم من وجهة نظري طبعا ان انت لازم تشوف الشرح بتاع الابواب دي مع مدرس جيولوجيا متخصص، سواء كان الجيو ماجد او اي مدرس من البلد اللي انت فيه، لان الابواب دي بالذات محتاجة ناس خبرة. مش بس الكلام اللي مكتوب في الكتاب هو اللي هيفيدك، لا بجد محتاجة ناس خبرة. ولو مش عايز تكلف نفسك ممكن تسمعها على اليوتيوب، مفيش اي مشكلة خالص. عندك الجيو ماجد او البلتاجي او استاذ حيدر محمد، كل دول شارحينها مجاني على اليوتيوب، وفي برضو حل اسئلة على الابواب ديت على اليوتيوب. ده لو انت مش عايز تكلف نفسك. طيب لو حد سألني وقال لي رجوع الجيولوجيا او جزء من الجيولوجيا هل دي تعتبر ميزة ولا عيب؟ هقول لك من وجهة نظري هي ميزة وعيب. طيب ايه الميزة؟ الميزة وهي ان انت هتخفف من اسئلة الاحياء اللي هتجيلك في امتحان اخر السنة. انا زي ما قلت لك اسئلة الاحياء بتكون رخمة، انما اسئلة الجيولوجيا بتكون سهلة وسهل تقفلها. يعني بدل ما كان مثلا الاحياء عليها 60 درجة، هيبقى مثلا 50 درجة للاحياء و10 درجات للجيولوجيا، هتبقى انت ضامنهم باذن الله. طيب ايه العيب؟ العيب ان المنهج بتاع الاحياء يعني كبر شويه، بس طبعا يعني مش زي السنين اللي فاتت. انتوا يعني اترحمتوا من ماده الفرنساوي و3 ابواب تانيين او 4 ابواب تانيين من ماده الجيولوجيا. فمش عايز اي حد من دفعه 2025 يقول احنا فران تجارب، احنا مش عارف هيعملوا فينا ايه. الكلام اللي بيحصل ده يعني بيتطبق على الدفعه كلها، يعني مش انت لوحدك، فما تقلقش خالص. اللي مطلوب منك بس ان انت تذاكر بضمير وتجتهد على قد ما تقدر عشان ربنا يوفقك بإذن الله. وبس كده، ما تنساش تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتعمل اللايك المتين، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتكتب لي في التعليقات انت عايزني اتكلم عن ايه في الفيديو الجاي. سلام.